السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الفسيخ بكل سهولة. طبعا فاضل 10 ايام على العيد، كل سنة وانتم طيبين. هنلحق نعمل مع بعض الفسيخ وهيطلع زي العسل. طبعا الفسيخ دلوقتي سعره وصل من 300 وانت طالعة، دي اقل حاجة في السوق. طبعا اهم حاجة قبل ما نملح ونشوف الطريقة، هنشوف ازاي نشتري السمكية من البداية. طبعا اهم حاجة لازم تجيبي السمكية يكون بوري او دبارة، مفيش مشكلة، بس الافضل بيكون البوري زي ما انتوا شايفين، ويكون السمكية طازة. ما ينفعش تجيبي السمكية تكون عليها تلج، او مثلا انت جايباها وشايلاها في الفريزر، ما ينفعش، لازم تجيبيها تكون طازة. طبعا اسكان مزارع او بحر، مفيش مشكلة. طبعا ده مزارع عشان خاطر في طينة بيبقى رقد في الارض، اما البحر بتلاقي فيه ايه رملة. طبعا هنغسله كويس ما تلاقي الخياشيم دي بقت زي الفل. طبعا زي ما انا طبعا مسكته، غسلته تحت الحنفية لغاية ما خليت النخشوش بتاعه زي ما انتوا شايفين احمر زي الفل، لغاية ما بيطلع دم كده. طبعا اهم حاجة تفتحيه وتغسليه كويس جدا تحت الحنفية مية جارة لغاية ما تلاقي كده النخشوش مفهوش اي حاجة. طبعا انا مسكتهم الاتنين دول غسلتهم كويس جدا، وجبت اتنين تاني عليهم هنشوفهم برضو مع بعض. طبعا زي ما انتوا شايفين بمسك السمكية بعملها كده بطريها في ايديا، وبعد كده هسيبها لمدة حوالي 6 ساعات تصفي المية والدم بتاعها. هنوقفها كده على حاجة، او مثلا هتحطيها في قلب ازازة او علبة لغاية كده، لغاية ما تصفي المية بتاعتها وتنشف معانا. طبعا زي ما انتوا شايفين انا ربطتهم كده وهعلقهم على الحنفية يصفوا الدم بتاعهم والمية لغاية ما ينشفوا. هنشوف برضو المرحلة بعد ما يصفوا هيبقى شكلهم عامل ازاي. طبعا اهم حاجة لما تيجي تشتري السمكة تجيبيها سمكة مثلا 2 في الكيلو، او مثلا تجيبي 3 في الكيلو بيبقى حجمها كبير. بعد ما سبتهم حوالي 6 ساعات، يعني انا جبتهم الصبح جيت على السحور وعملتهم. طبعا لو فيهم اي مية او اي دم بنشفهم بالمناديل بالشكل ده كده. هو بحط المناديل برضو بنشف اي مية او اي دم، عشان خاطر المية دي هي اللي بتعمل بكتيريا وبتعمل عفن في قلب السمكة. همسك المناديل كده هو وهنشف الخياشيم بتاعتها لو فيها اي زوادة دم. زي ما انتوا شايفين هنشفها كده ونشف جسمها، وطبعا جسمها نشف، بس الخياشيم بيبقى فيها ايه شوية مية او دم. او زي ما انتوا شايفين بنشفها خالص كده لغاية ما الاقي المنديل نضف معايا. الخشن ده بيبقى حلو في التمليح، بيملح الحاجة ويسويها، وفي نفس الوقت لو في زيادة ملح ما بيدوبش بسهولة، بياخد وقت قبل ما يدوب. زي ما انتم شايفين طبعا بعد السمك ما نشف ونشفته خالص، بتكع كده ليه كده، بفصل اللحمة عن الشوكة بحيث ان يبقى طري. هنمسك كده الملح، طبعا انا بملحه من غير اي حاجة ولا شطة ولا كركم ولا حاجة، زي المحلات بالظبط ما بتعمله. هو الملح الخشن بحطه كده في الخياشيم بكبسه، وبحط حبة في قلب البق كده وبركنه. همسك غيرها برضو هحط كده واكبس الخياشيم. اهم حاجة تحطي في الخياشيم تكبسيها ملح بالشكل ده، وبتحط حبة في قلب بق السمكة وتروحي جاياهم في قلب الكيس عكس بعض. هنشوف مع بعض برضو هنعمل كله بالطريقة دي. هو طبعا طريقته سهلة جدا، في ناس بتستصعبه، بس والله طريقته سهلة جدا. شايفين بتك بفصل اللحمة عن الشوكة لغاية ما تحس الشوكة طرقعت في ايدك. ده طبعا لما تيجي يتسوى بتلاقيه كده زي الزبدة. شايفين بتك عليه ازاي بفصله. بعد ما عملنا الكمية كلها بالشكل ده، طبعا هنجيب كيس هنحط السمكة عكس التانية. يعني هناخد اول سمكية حطيتها هروح جاية حاطة اختها عكسها زي ما انتوا شايفين، هعمل كده. هاخد التانية عكس التانية، وبرضو اللي دي عكس دي ودي عكس دي، هاخد الاربعة بالشكل ده. طبعا اهم حاجة في المرحلة دي لازم تقفلي الكيس تحكميه كويس جدا عشان خاطر ما يطلعش منك ريحة، وفي نفس الوقت ما يسربش المية بتاعته ويتملح من السخونية. طبعا احنا الجو دلوقتي معتدل، ولا حر ولا ساقع، هيتملح معاكي. طبعا في ناس هتقول 10 ايام قليل، لا بالعكس 10 ايام ده حلو جدا، مش هياخد وقت طول ما انتي قافلاه كويس وحاكماه. وفي اكياس الكيس ده بيبقى عامل له عملية تسخين، بيخلي السمكية تستوي بسرعة. اهو زي ما انتم شايفين بقى في الاول كيس، ولازم الهواء يطلع منه عشان خاطر ما يحصلوش عفا وينتفخ الكيس منك. اه طبعا هجيب شنطة في شنطة في شنطة زي ما انتم شايفين كده. اه هحطه في اكياس كتير، ولو افضل عندك استرتش تلفيه بيه بيبقى افضل، بيحكم الهواء خالص وفي نفس الوقت بيسخنه. اه زي ما انتم شايفين كده هفضل احطه في شنط. وفي اخر حاجة هروح جايبه سولوتيب او ورق استرتش ولفاه بيه. طبعا انا مش اول مره اعمله، عملته قبل كده كذا مره على القناه. يا رب بس الطريقه تكون عجبتكم وتكون سهله عليكم، وبنوفر كتير، يعني النص بالنص على طول. انا هنا جايبه كيلو ب130 جنيه ني. طبعا هنفتح عليه باذن الله اول يوم العيد،
وهنشوف مع بعض عامل ازاي. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.